السلام عليكم بنات. اليوم جبت لكم واحد الوصفة فعالة للقضاء على التجاعيد، تصبغات النمش، المهم تصفية الوجه وشد بشرة الوجه لجميع أنواع البشرة. يعني هذا المكون صالح لجميع أنواع البشرة. المهم البنات، هذا المكون اللي معروف تعرف مؤخرا اللي هو العلك او ما يسمى بالصمغ العربي، راه كاين عند جميع العطار. هذا راه مدقوق عند اي عطار مشيتو عنده كتلقاوه عنده، تقريبا راه موجود في المغرب كامل. المهم البنات، هاد العلك راه غني، يعني تعرفوا كيتستعمل في الشاي، كيستعملوه الناس الجنوب مع الشاي، ولكن مؤخرا ولا كيتستعمل في وصفات التجميل. المهم البنات، هاد الوصفة يعني ماشي بزاف باش استعملتها، المهم عطات نتائج مبهرة. هذاك الشيء خديته قلت نتقاسم معكم من بعد الاستعمال ديالو طبعا، فقلت نجي ونتقاسم معكم طريقة الاستعمال. المهم كتاخذوه البنات، راه انا خديته مدقوق شويه، راه فيه المهم الا بانت لكم كتنقيوه ولا كتاخذوه هذا على شكل، يعني كيكون حجم كبير ديالو. المهم بغيتو طحنوه ولا تخلوه هكاك سا ديبون عادي، المهم هو راه كيدوب. المهم طريقة ديال الاستعمال هو عنده بزاف ديال الطرق الاستعمال، ولكن الطريقة اللي استعملت انا هو انك كتاخدي واحد الكأس ديال الماء وكتحطو فيه كمية من هاد العلك. المهم انا مازال ما نقيتو حتى نقيه. المهم انا ناخذ غير كتاخذوا كميه من هاد، يمكن لكم طحنوه ولا تستعملوه. المهم كتاخذوا كأس ديال الماء عادي وكديروا فيه هاد يعني هاد العلك او الصمغ العربي، كديروه ليله كامل. يمكن لكم طحنوه ولا تخلوه، هو راه كيدوب. المهم كتخليوه ليله كامله عاد كتستعملوه. طريقه الاستعمال: ملي كتخلوه ليله كامله كتجيبوا هذا كتجيبوا هذه ديال مكعبات الثلج كما قلت لكم انا راه استعملته قبل، وكديروه هكا يعني كتخويوه وكتحطوه في الثلاجه وكتستعملوا طريقه الاستعمال. المهم راه اللون تاعو راه كيكون عادي، يعني غير هو كيكون ملي كتقيسو كيكون بحال الجيل، كيكون على شكل جيل. من طريقه الاستعمال: من بعد ما كديروا من بعد غسل البشره، يعني في الصباح مثلا، بعد ما كتغسلوا وجهكم في الصباح كديروا وحده كتمصيوها على الوجه مع التدليك الحركات، يعني كتهزوا وحده من هاد المثلجات كدوزوها على البشره. ابخي مع الليل عاوتاني ملي كتغسلوا وجهكم كديروا نفس الطريقه، يعني ما كتجي تكمل اسبوع كيبان لكم الفرق، كيبان لكم بلي البشره تشدات والبشره يعني تغيرات احسن. المهم كيكون واحد المهم شد البشره. هاد العلك يعني كيعمل الصراحه على شد البشره من اول استعمال.